يكون استثنائي، لأنه جميع الأندية أيضا بتحمل طموحات كبيرة. خلينا الآن نشوف مع بعض، نستعرض الأندية المشاركة في هذا الموسم الجديد واللي راح تكتب فصول المنافسة. الكروي وتمنح جماهير الكرة الأردنية القمم الكروية لبروفات ما قبل الموسم. رؤساء الأندية، المدربون، الكل يقيم من خلالها لما سيبني عليه في الموسم. إنها بطولة كأس السوبر الأردني. بطولة كأس السوبر الأردني راح تكون للمرة الأولى في تاريخها بنظام المربع الذهبي، أي بمشاركة 4 أندية، في خطوة بتعكس رؤية الاتحاد الأردني في تطوير المسابقات المحلية وأيضا تعزيز التنافسية بين نخبة. تتجه الأنظار إلى كأس السوبر الأردني في نسخته 43 الذي يفتتح منافسات الموسم الكروي 2026-2027. يشهد للمرة الأولى مشاركة 4 أندية في نظام يعزز قوة المنافسة ويرفع مستوى الإثارة بين نخبة فرق الكرة الأردنية. وتجمع البطولة أبطال الموسم الماضي وأصحاب المراكز المتقدمة، حيث يشارك نادي الحسين بطل الدوري الأردني للمحترفين وكأس الأردن، إلى جانب نادي الفيصل بطل درع الاتحاد وصاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري، ونادي الوحدات صاحب المركز الثالث، ونادي الرمثة صاحب المركز الرابع. نادي الحسين صاحب الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي واصل كتابة فصول جديدة من التألق بعدما توج بلقب البطولة إثر تفوقه على الوحدات ب2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. نظام البطولة وآلية القرعة.
تسحب قرعة كأس السوبر الأردني إلكترونيا، حيث يتم توزيع الأندية الأربعة على منافسات المربع الذهبي لتحديد مواجهات الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان من مواجهتي نصف النهائي إلى المشهد الختامي لتحديد هوية بطل النسخة 43 من البطولة. يحكي من أقول لاعب كرة قدم؟ أنا بقول لك مستعمل. طبعا احنا جاتنا دعوه من مركز الحسين للسرطان عشان نلبي طلب الطفل مصطفى وحابين نشوف شو ردة فعله. كان مصور فيه. والان عم نستغل سنه والحمد لله تعالى جد تشفيت وعافيت. وبالنسبه لزياره مستعمل وسام حداد جد زياره كانت كثير حلوه وبتمنى اشوفهم مره ثانيه، وكانت مفاجاه حلوه وما كنت عارف، وجد انهم بوجه لهم تحيه كبيره. وانا بوجه لك تحيه كثير كبيره على الاراده وعلى الصمود وعلى هذه العزيمه التي ليست غريبه، انت شجعت لنا شغله في المونديال صحيح. واحنا بندردش بالكواليس. إذا في النصف النهائي سيواجه النادي الأول. تفضل مصطفى، نشوف مين النادي الأول. الكل عيب على مصطفى. يلا. السحب الكتروني وعشوائي، يعني راندوم بشكل عشوائي يتم السحب والان خلال لحظات. إذا النادي الأول الفيصلي، الفيصلي هو صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب ب 17 لقب. نشوف مين النادي الثالث. تفضل مصطفى. إذا النادي الثالث هو الرمسا، الرمسا الحاصل على البطولة 3 مرات سابقا. إذا ننتقل إلى النادي الثاني، تفضل. إذا النادي الرابع اكبس معي وجهي. في سسبنس. إذا النادي الرابع الحسين. بهيك رح يكون نصف النهائي بين المواجهة الأولى بين الفيصلي والوحدات بتاريخ 21/8، ثم الرمسا والحسين بتاريخ 22/8، على أن يلتقي الفائزان بالمشهد الختامي اللي رح نشوف بعده مين رح يكون بطل بطولة كأس السوبر الأردني لسنة 2026-2027. بهيك احنا بنكون خلصنا قرعة بطولة كأس السوبر الأردني. يعني ترويجنا للمباريات ستكون عند 8 مساء. نعم. في المباريات في ايام العطل ستكون ايضا من اجل اتاحه تحقيق البطولة شيء صعب صحيح، لكن المحافظة عليه شيء أصعب، لأنه كل الأندية هسه بتحاول أنها تكون قدامك بجاهزية تامة. والحقيقة يعني تنافس الأندية الآن على مستوى حتى التنافس صار بين الإداريين مش فقط بين اللاعبين والجماهير. الإداري كمان الآن عليه شغل لازم يرتقي لمستوى الاحتراف، يعرف كيف ينقي فريق، كيف ينسق فريق كامل مشان ينافس على البطولة. فالأمور الآن صار فيها بعد فني يعمل عليه الإدارة كاملة حتى تكون فريق، مش شرط يعني فريق دائما بالنجوم وبالكذا، تنسيق الفريق شيء والنجوم شيء ثاني. فالمنافسة مش فقط بس الاسماء، نجوم كمان لازم تتفاهم مع بعض، فانت لازم تجيب فريق متناسق منسجم توليفه عمل اداري كبير. لازم يعني هم بقول بفكروا الاسامي هي اللي بتجيب البطولات، الاسم كويس لكن اذا مش منسجم مع اللي معاه كيف بده يقدم هو، عرفت؟ فتنسيق الفريق وتوليفه الفريق هي اللي بتجيب البطوله. طب كيف بتقيم انسجامنا انا وسوسن؟ رائع. الله يسعدك. كابتن منيب، سؤال اخير قبل ان نذهب للقرعه، رساله من هذا الاسم التاريخي
إلى الجماهير الأردنية قبل بدء الموسم؟ ماذا تقول للجمهور الأردني؟ والله الجماهير مناشدات تحدث بها كابتن منيب، الوحدات، الاسم الغني عن التعريف، والبطل هو الآخر، الرمثة، الصوت، الجزيرة، شباب الأردن، البقعة، والله شباب الأردن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الآن أذكرها، البقعة هو الآخر وصيف على مستوى الدرع والكأس، والعربي العائد لدوري المحترفين بعد أن كان متصدر بطولة الدرجة الأولى، ودوغرة الحاضر الجديد لفرق دوري المحترفين. تفضل كابتن منيب. إذا هذه اللحظات الصحفية، الفريق رقم 1 سيكون دوغرة، سنتعرف عليهم على الترتيب 1-2 وصولا لغاية 10. رقم 2 لو تكرمت. والسحب أعود وأذكر بأنه يكون عشوائي إلكتروني، وننتظر وإياكم لنتعرف. الفيصلي سيكون الفريق رقم 2. ماذا عن الفريق رقم 3؟ هنا تظهر لدينا مباشرة الفرق التي ظهرت، دوغرة 1، الفيصلي 2، والآن ننتظر الفريق رقم 3. الصلب سيكون الفريق رقم 3 ليظهر مباشرة على جدول مباريات الأسبوع الأول على مستوى المرحلتين الأولى والثانية. هذا الجدول ينطبق على مستوى المرحلتين الأولى والثانية، أما جدول المرحلة الثالثة سنتعرف عليه بعد قليل. نواصل السحب لو تكرمت كابتن منيب، وننتظر لنتعرف على الفريق الرابع بعد أن ظهر دوغرة، الفيصلي، والصد. الرمثة وزلان الشمال الفريق الرابع. ماذا عن الفريق الخامس؟ هنا يظهر الرمثة في جدول مباريات الأسبوع الأول مع الفرق التي ظهرت هنا الرمثة، وننتظر الفريق الخامس لنتعرف عليه. الجزيرة اسم تاريخي وبطل أيضا هو الآخر على مستوى دوري المحترفين. هذه هي الفرق الخمسة التي ظهرت حتى الآن. لنذهب بعد أمرك كابتن منيب إلى الفريق السادس. الحسين حامل اللقب هو الفريق صاحب الترتيب السادس، وتظهر لنا الآن أولى مباريات دوري المحترفين، حيث سيستقبل الحسين الجزيرة. هذه المواجهة الأولى تظهر الآن على مستوى جدول مباريات الأسبوع الأول. نكمل كابتن منيب لو تكرمت. الجهة على اليمين، الفرق اللي على اليمين هي الفرق الهوست أو المستضيفة أصحاب الأرض، وعلى اليسار الفرق التي ستكون تسافر لتلعب أو تحل ضيوفا على الفرق الأخرى. شباب الأردن سيستقبل الرمثة، إذا شباب الأردن رقم 7 هنا سيستقبل فريق الرمثة في مباريات الأسبوع الأول. نكمل السحب العشوائي الإلكتروني كابتن منيب. بانتظار معرفة الفريق الثامن. شو تتوقع يسجل؟ العربي العائد بعد غياب سيستقبل هو بطل دوري الدرجة الأولى النسخة السابقة. بالنسخة السابقة والعائد بعد غياب، والذي لطالما أرفد المنتخبات الوطنية بأسماء لاعبين فيما مضى. نكمل السحب كابتن منيب لنصل الفريق التاسع، من سيستقبل الفيصلي في جدول مباريات الأسبوع. كابتن منيب يقول محتاج شو حاضرها من قبل احنا بنحكي عن فريق ثاني. طيب، لدينا قمة منتظرة في مباريات الأسبوع الأول ستكون بين الوحدات التي سيحل عليه الفيصلي، وأنا لا أفضل كثيرا كلمة الغريمين بل العزيزين الشقيقين، لأنه أنا من جيل أذكر ذهب الوحدات المشاركة في بطولة سمحتوا لي بعجالة خارجية، لعبنا ضد الشباب السعودي، وأقول لعبنا لأنه الوحدات كان لديه نسيج من نجوم الأردن آنذاك، كان في إعارة مسموح شيء بالنظام، كان أكثر من لاعب. بدران الشقران كان مع الوحدات، كابتن هيثم شبول، أكثر من لاعب، وكان في نسيج أردني جميل كان في تلك المشاركة أكثر من 20 سنة هيك بين الواحد كبر. طيب، الفريق الأخير رقم 10 نتعرف عليه هو بات معروفا، البقعة. والبقعة سيستقبل دوغرة. إذا هذه هي مباريات الأسبوع الأول في المرحلة الأولى
وأيضا سيكون في الأسبوع 18 هذه المباريات عند الإياب. الجزيرة سيستقبل البقعة، الحسين سيستقبل الرمثة حامل اللقب، الصلت سيستقبل شباب الأردن، الفيصلي يستقبل العربي، ودوغرة يستقبل الوحدات في مباريات الأسبوع 18. دوغرة الوافد حديثا إلى دوري المحترفين كابتن منيب، هناك فرق قد تخشى الفرق الكبرى أحيانا، الفرق التي تصعد لأول مرة، لأنه ما في من الضغوط وقد يشكل حجر عثرة أو عائق للفرق التي تزاحم على الصدارة. الاسم كنادي له حضور يعني عند اللاعب والنادي، يعني الاسم الكبير له دور، يعني له دوره المعنوي النفسي على اللاعبين. لكن الان بالاحتراف عندك يعني دوغرة مش ممكن يكون لكم سهل قدام الانديه الثانيه، لانه بحضر حاله وبجيب لعيبه بجيب مدربين انه يثبت اقل ما فيها، يعني كونه اول سنه فهو مش راح يكون سهل يعني مثل ما بتتوقع الناس. زمان على دورنا كان اللي بيطلع ينزل، صح، لانه في استقرار بالانديه وما فيش تبديل الان في عندك تبديل بصير بكل نادي، يعني ممكن نادي كويس السنه مش العام كويس، السنه مش كويس من الانديه الكبيره، تباين في المستوى، بالتالي لا شيء مضمون. لا مش مضمون. طيب على ذكر الفريق دوغرة سيستقبل الوحدات في الأسبوع 18 أي بعد نهاية المرحلة الثانية. لنذهب الآن إلى المرحلة الثالثة والتي هي تستجد على مستوى دوري المحترفين، لنتعرف عليها بقرعة خاصة بها جدول المباريات في الأسبوع 27 هناك، وهنا جدول المباريات في الأسبوع 19 لنستكمل على الأسبوع 18. تفضل كابتن. العربي الفريق رقم 1 إلى فريق النادي العربي، ماذا عن الفريق رقم 2؟ الجزيرة بطل مسابقة الدوري في مناسبتين فيما مضى، ولنذهب للفريق رقم 3. تفضل كابتن. الصلت من الفرق التي صعدت وثبتت في دوري المحترفين، وهذا تأكيد لما ذهبت إليه بكلام حضرتك قبل دقائق. تفضل كابتن منيب، لنذهب للفريق رقم 4. الحسين حامل اللقب، إذا هنا في الترتيب رقم 4، وننتظر لنتعرف على باقي الفرق وصولا إلى الرقم 5 لو تكرمت. البقعة، إذا تعرفنا على الفرق الخمسة الأولى، العربية، الجزيرة، الصلت، الحسين والبقعة، وصولا إلى الفريق السادس للمرحلة الثالثة لجدول مباريات الأسبوع 19 وبالتالي 27 عند نهاية المسابقة، وأيضا المرحلة الثالثة برمتها كيف سيكون شكل المباريات. الرمثة، وتظهر لنا أولى المواجهات في المرحلة الثالثة، الرمثة سيستقبل البقعة. لنذهب إلى الفريق رقم 7. الوحدات صاحب الرقم 7 يستقبل الحسين في الأسبوع 19 ويلعب مع الصلت في الأسبوع 27، وكذلك الحسين يستقبل الرمثة في الأسبوع 27 ويحل ضيفا على الوحدات في الأسبوع 19. نكمل ونصل للرقم 8 كابتن منيب. دوغرة الوافد حديثا هو صاحب الرقم 8 يستقبل الصلت في جدول مباريات الأسبوع 19 المرحلة الثالثة كما تتابعون في العنوان أعلاه. جدول مباريات الأسبوع 19 دوغرة يستقبل الصلت، وهنا في مباريات الأسبوع 27 دوغرة يستقبل الجزيرة. في المباراتين سيكون صاحب أرض وقد يشكل تحدي كما ذكرت للفرق التي تلعب أمامه. لنذهب للرقم 9 لو تكرمت.
شباب الأردن سيكون هو بطل المسابقة أيضا في مناسبتين. سيكون في المركز رقم أو على مستوى الآن صحن القرعة رقم 9 سيستقبل نادي الجزيرة، البطل هو الآخر فيما مضى، وكذلك يستقبل العربي في الأسبوع 27. إذا في الأسبوع 19 يستقبل الجزيرة، وأيضا في الأسبوع الأخير يستقبل العربي. هذا فيما يتعلق شباب الأردن. وظل لدينا العريق الفيصلي تحصيل حاصل. بس ما حكيت كيف عرفت الفيصلي بيقدر حدس هيك إحساس على المايك يعني. اخر جولتين صرت منهم الشباب الاردن كانه الفيصلي. الوحدات والفيصلي. توقعت الفيصل على اساس انها اثاره اكثر يعني. والله وصلت. طيب لنتعرف الان على المباريات. تظهر امامكم بشكل جلي وواضح في جدول مباريات الاسبوع 19. في المرحله الثالثه يستقبل الفيصلي العربي، وشباب الاردن يستقبل الجزيره، دوغرا يستقبل الصلت، الوحدات يستضيف الحسين، والرمثة يستقبل البقعة. أما على مستوى مباريات جدول مباريات الأسبوع 27 في المرحلة الثالثة، الفيصلي يستقبل البقعة، والرمثة يحل ضيفا على الحسين، والصلت يحل ضيفا هو الآخر على الوحدات، دوغرا يستقبل الجزيرة، والعربي يرتحل لملاقاة شباب الأردن. هذا فيما يتعلق بمباريات المرحلة الثالثة. وليس سرا ومن المفيد بالتذكير أن البطل سيكون عند نهاية المراحل الثلاث وليس فقط الذهاب والإياب، في شكل يضفي منافسة أكثر، زيادة عدد مباريات، نتعرف أكثر على هوية المنافسين والفرق. أنا أشكرك جزيل الشكر كابتن منيب قرايبي لوجودك معنا اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد زي ما تفضلت احنا سعداء برجعة الموسم الكروي. بنتمنى التوفيق لجميع الأندية. بالنسبة لمباراتنا مع كأس السوبر، بالنسبة لمباراتنا بكأس السوبر مع النادي الفيصلي، يعني بقدر أحكي لك مباراة قطبين الكرة الأردنية. بنتمنى التوفيق للفريقين، وبنتمنى كل مباراة من نصيبنا طبعا، وإن شاء الله أهم من هذا الموضوع تكون مباراة تليق باسم الجمهورين وباسم الكرة الأردنية وباسم الفرق. وبنتمنى كمان كبداية تكون بداية قوية بالموسم، يعني أنت لما تبلش موسم بين مباراة بين افتتاحية موسم كروي إن شاء الله زي ما قلت أنت يكون خير للجميع، تكون بين قطبين الكرة الأردنية إن شاء الله. أنا بتكون الملعب فل والأجواء بتكون حماسية، وتطلع النهاية بصورة نمثل فيها كرتنا الأردنية بأحسن شكل. والله شوف، أولا بضل اسم الوحدات كبير، وصراحة فيش إشي مخبى يعني بالبلد، ما عندنا في شيء مخبى. مر الوحدات بفترة وبضائقة مالية مع قدوم الداعمين، بالعكس بنتمنى، والوحدات جمهوره كبير واسمه كبير وداعمينه كبار، وبنكبر بكل حدا بيقدم أي شيء لنادينا. بالعكس يعني من هاي الناحية إنه زي ما حكيت لك بضل الوحدات اسم وبنكبر، والوحدات حاضر بالوجود الاشخاص اللي موجوده فيه، بنتمنى لهم التوفيق. وبالعكس احنا بنشكر كل حدا بيقدم اي شيء لنادينا. بالنسبه لموضوع المحترفين هذا موضوع صراحه بخص الكابتن وسيم، وان شاء الله انه الامور تكون كويسه وطيبه باذن الله. والله هذا صراحه شوف انا اكون معك صادق، هذا بالنسبه لي انا بقدر احكي لك كجانب اداري، كجانب فني قلت لك هذا الموضوع كلياته مربوط، وصاحب القرار الاول والاخير فيه الكابتن وسيم. حبيبي الله يسعدك ويعزك. اكيد المهمه صعبة، يعني للأمانة في كثير لاعبين تركوا الفريق، وفي مستحقات مالية كبيرة، والبطولات يعني بعد أسبوعين بتبلش البطولات، واليوم بلش الجهاز التدريبي الجديد. بس إن شاء الله إنه نكون على قدر المسؤولية إحنا واللجنة واللاعبين. صح صعبة، بس على نادي الرمثة ما في صعب. إن شاء الله راح نكون جاهزين، وراح يكون فريق الرمثة كالعادة فريق قوي، وفريق يعبر عن طموح جماهيره بعون الله. سيد العزيز أكيد إحنا حتى الجهاز التدريبي إنه على تواصل معه بأكثر من أسبوع، حدد وين أماكن نقص الفريق، وشغالين على تعويض كل الغيابات اللي طلعت، بل وتعزيزها حتى بدكة الاحتياط. لا، عازمين على انه يظهر الفريق بصورة حتى يعني
يكون منافس كما تعودنا على الرمسة إن شاء الله. الأولوية الآن للاعبين اللي بتدربوا بالفريق إن نخلص مستحقاتهم المالية تبعت الموسم الماضي، بعدين أكيد فك القيد، ومن بعدها التعاقدات. الثلاث ملفات شغالين فيهم بالتوازي، لأنه ما معنا وقت، معنا أسبوعين. فإن شاء الله من هون لأسبوع 10 أيام بيكون أغلب الملفات مسكرة والفريق مشي على السكة وأموره تمام بعونه. سيدي العزيز الكابتن محمد أبو زريق لاعب منتخبنا الوطني، ما بعرف مدى العلاقة بينه وبين ناديه في المغرب، ولكن الكابتن شرارة أكيد كنادي رمثة مرحب به وابن النادي، وبكثير أوقات كان مع النادي. والموسم الماضي أكيد فضل الرمثة على كل العروض المحلية، وكان حتى القيمة ضعف الأندية الثانية، واستغربوا يعني بعض رؤساء الأندية استغربوا إنه كيف قبل بعقد الرمثة وترك، لأنه شرارة كثير منتمي لفريقه. بالعكس إن شاء الله يوفقه وين ما كان بالمغرب أو بغيره، بس إذا رجع على الأردن أكيد نادي الرمثة دائما فاتح أبوابه للاعبينه وخصوصا الكابتن شرارة. نحن بنتطلع، طوينا صفحة المونديال وهلأ بننتظر موسم جديد للدوري الأردني للمحترفين وبطولات المحترفين كافة. بداية نتمنى التوفيق لنادي الحسين بمهمته الآسيوية، وإن شاء الله يتأهل لدوري أبطال آسيا. وهذا الموسم ننتظر تنافسية وإثارة زي الموسم الماضي بإذن الله. لكن هذا الموسم زي ما عودناكم كل موسم بيكون في شيء جديد. مطلب جماهيري كان تقنية الفار، وإن شاء الله مع انطلاق هذا الموسم وبطولة مع كأس السوبر رح يكون تقنية الفار متواجدة بالملاعب الأردنية، وكافة تفاصيلها رح نحكي فيها بالأيام القادمة. لا شك يعني وجع الأندية ووجع الاتحاد هي الملاعب بشكل عام. نحن عم نشتغل مع شركائنا، مع أمانة عمان ووزارة الشباب، عشان نحاول ندلل الصعوبات والتحديات. للأسف ملعب الحسن مش رح يكون فاتح في بداية الموسم، لكن رح نقدم الدعم اللي بتحتاجه وزارة الشباب عشان تنجز بأقرب وقت. ونحن ضروري صحيح تأهل المنتخب للمونديال، بس هذا الوقت إنه نحن نبني على مكتسبات هذا التأهل، ولازم بالمرحلة القادمة نركز نشتغل مع الشركاء بالقطاع العام والقطاع الخاص عشان ننهض بالبنية التحتية الرياضية، لأنه ما زال هذا الوجع. الأندية بتعاني من ملاعب تدريبية، من ملاعب رئيسية للبطولات، وإن شاء الله المرحلة القادمة حيكون عنوانها البنية التحتية والتطوير اللي بتحتاجه كرة القدم. نقدر نقول إنه الاتحاد أطلق استراتيجية المسابقات قبل 3 أعوام، والحمد لله يعني نحن عم نشوف النتائج. صار في منافسة أكثر، إثارة أكثر بالدوري، ومرات ما يعني مش عم بنحسم لآخر لحظة. من الناحية الفنية في تطور، لكن يمكن شوي بكير نحكي بأثره الفني، لأنه في مختصين فنيين وفي إحصائيات لازم ندرسها. لكن شايفين كمان أثرها على الأندية. مداخيل الأندية زادت من الحضور الجماهيري ب3 جولات، في مباريات تنافسية أكثر. الري عم بتقسم على 10 أندية، لكن نحن كمان رح نشتغل مع الأندية ومنبارك لهم فكرة تأسيس الرابطة، ونحن نشتغل معهم عن قرب إن شاء الله، يلي نزيد البورتفوليو التجاري للأندية ويجيب إيرادات إضافية. جديدة على الأدوان. ليش؟ أنا مش عارف. يعني أنت في النهاية كل واحد له عمله، كل واحد له شغله، طبيعة شغله. لازم نعرف نفرق بين المسميات ووظائف المسميات، فبالتالي أنت بتقوم في عملك بأفضل شكل يعني تقدر تعمله، والمدير الفني نفس الشيء، والإداري نفس الشيء، فبالتالي أنت بتعمل عليك والباقي عند رب العالمين فقط لا غير. هو شوف الصفقات مش سهلة، يعني إحنا نكون واقعيين. أنت بعيد عن موضوع الصفقات من فترات منيحة، فبالتالي بتعرف انت مش انت اللي بتقدر تتحكم بالاسعار لما يكون في منافسين، فانت موضوع الاسعار بتعلى قاعد بشكل جنوني، وانا ضد هذا الكلام. يعني في النهايه احنا بنعرف السوق وبنعرف قيمه اللاعب بشكل جيد، وانا مع انه اللاعب يكون محترم ويكون ماخذ حقه، لكن في صار مبالغات في بعض اللاعبين، وهذا الحكي انا ضده بصراحه. يعني كنا بنقدر نعلي السوق كمان وهذا الحكي خطا. يعني في النهايه راح يعود بالسلب على اللاعب الاردني، لانه
لانه في النهايه انت ممكن تضرب موسم بس كل المواسم راح تنضرب، حتى الانديه اللي راح تضرب هاي الارقام كمان شوي راح تشوفها في تراجع، لانه في النهايه انت بدك تكون منطقي وواقعي مقارنه بالاموال اللي بتجيك والاموال اللي بتصرفها. فانا بعتقد هذا ما اعتذرنا، احنا ما اعتذرنا من اللاعب موقع بشرط انه يجتاز الفحص الطبي، فاحنا ما اعتذرنا من اللاعب. يعني اللاعب اجى وما اجتاز الفحص الطبي، عنده مشاكل شوي، في مشاكل صعب انك تبلش مثلا في موضوع بدني، انت مشاكل راح تروح على علاج بعدين راح تبلش في تحل مشاكل بدنيه وفنيه، فبالتالي هذا الحكي اكيد معناش وقت، واحنا مش معطينه رقم كبير على اساس نقعد نعالج فيه. فالاولى انه نجيب مهاجم ثاني. بعتقد انه الحمد لله موجود عندنا خيارات، يعني احنا كنا يعني حاطين الخطط البديله لاي لاعب متواجد سواء محلي او من المحترفين. المحترف فيه كمان محترف ان شاء الله غير المهاجم، ومحلي ان شاء الله في على ما اظن 1 ممكن 2 حسب. احنا جبنا 2 محترفين مكانهم. واضح الجواب. طيب هي مباريات محفزه في النهايه، شوف مباريات محفزه، مهرجان مبكر، موضوع جماهيري المفروض محفز، موضوع بدايه دوري قويه. هاي المواضيع أكيد مهمة لكرة القدم الأردنية، للمنتخب الوطني. إذا بلشنا قويين ولعبوا الوحدات والفيصلي بداية، رمثة وحسين بداية، هذا الحكي كله لصالح الفرق الكويسة إنها تمشي من البداية بشكل جدي وبشكل 100%. أنت بتعرف ممكن الفرق بتأخذ 3-4 جولات لما تصحى، لا أنت من البداية لازم تكون الصدمة عندك جاهزة. فهذا موضوع محفز أنا بعتقد. حكينا كثير نعم حكينا، الله أعلم، إن شاء الله ربنا يكتب الخير. إحنا في النهاية بنحاول وقدر المستطاع. يعني ممكن أنت سألتني في البداية إنه ممكن في لاعبين الجماهير بدهم إياها، انت ما بتطلع على بس على طموح الجماهير، بتطلع على طموح النادي وقيمة النادي. وهذا الحكي احنا ما بننقص من قيمة اللاعب، لكن ما بننقص من قيمة النادي، وهو الأهم. هذا شيء مهم جدا. في النهاية النادي الفيصلي نادي كبير، واللاعب بده يجي بحب ورضا. فأنا بعتقد أن احنا في هاي الفترة حافظنا على قيمة النادي بشكل جيد.